اهلا بيكم في قناه ويب ديفز لتعليم البرمجه. بدانا الدروس اللي فاتت يا شباب ان احنا اتعلمنا ازاي نكتب جوه التاج او الوسم البادي. اتعلمنا ان احنا نكتب ازاي ان احنا نكتب التايتل بتاعنا او التايتل بتاع البادي بتاعنا عن طريق الاتش 1 او لغايه الاتش 6. واتعلمنا ازاي نكتب باراجرافز او يعني نكتب اللي هو الكلام اللي داخل الموقع بتاعنا اللي بيوصف التايتل مثلا او بيوصف حاجه. واتعلمنا ازاي نحط لينكات والحاجات دي كلها، واتعلمنا ازاي نحط الايمجز. طيب النهارده احنا عايزين نتكلم على حاجة اسمها الميتا او الميتا داتا. طيب ايه اهمية الميتا داتا ديت او ايه هي الميتا داتا ديت اصلا؟ الميتا داتا دهيت او الميتا تاجز هي اللي بتساعدك او بتخلي محركات البحث تساعدك. يعني ايه؟ يعني الموقع يبقى ليه الاولوية ان هو يظهر. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا تعالى كده يا شباب نفتح الموقع بتاعنا مثلا اوبن ويز لايف سيرفر. لو احنا مثلا جينا هنا ده الموقع بتاعنا، تمام. انا عايز مثلا لما لو انت مثلا جاي تبحث مثلا عن اي حاجه، يعني مثلا برمجه او بروجرامنج او اي حاجه، تكتب مثلا كلمه بروجرامنج مثلا، تمام. اهوت اللي هو البروجرامنج، تمام. انت بتلاقي قدامك، بتلاقي مثلا حاجات مواقع مثلا او كده، وبتلاقي فيه كونتنت هنا كده، صح؟ بيوصف لك الحاجه، تمام كده. تمام، يعني انت بتلاقي اسم الموقع بتاعك او التايتل، وبتلاقي الكونتنت دوت. يعني انت بتخلي محركات البحث بالديسكريبشن بتاعك ان هو يظهر، او الموقع يبقى ليه الاولويه ان هو يظهر لليوزرز، تمام كده. طيب احنا عايزين بقى نكتب تايتل للموقع بتاعنا، فاحنا نعمله ازاي؟ بنيجي هنا كده داخل الهيد. هو شباب الهيد دوت غلط، يعني كلمة هيد غلط، يعني احنا المفروض نحذف حرف الاي اللي مكتوبة في الهيد. يعني دي ملاحظة، يعني انا ما خدتش بالي منها لما عملت الهيد. ف الهيد المفروض تتكتب كده يعني. المهم ان احنا دلوقتي نسيب كومنت كده بسيط عشان خاطر يبقى انت ايه، فاهم كل حاجة. نكتب الميتا، تمام. طيب ماشي. احنا عايزين دلوقتي ازاي ان احنا نعمل ديسكريبشن للموقع بتاعنا. طيب بتعمل ازاي؟ بتكتب الوسم ميتا، بتفتح التاج وبتعمل ميتا وبتقفل التاج. لو انت ملاحظ معايا ان الميتا دهيت ملهاش كلوزنج تاج، هي ليها اوبننج تاج بس، تمام. طيب بنخش جواها ونكتب ايه؟ بنكتب حاجه اسمها النيم عشان خاطر تكتب الحاجه اللي انت عايز تكتبها، اللي هو الوصف اللي انت عايز تكتبه هو ايه. فمثلا هكتب النيم بتاعي هيبقى description. انا هكتبه هيبقى انا هكتب وصف. طب الوصف ده هو ايه المحتوى بتاعه؟ طيب محتوى يعني ايه؟ محتوى يعني كونتنت، فانت هتكتب كلمة كونتنت، هيقترحها لك اهوت الفيس كود، بيقترحها لك اهوت تتك عليها او تضغط عليها، تمام. تمام. فهتكتب جوه الكونتنت بتاعك بقى اي حاجه او اي كونتنت انت محتاجه، بس يفضل انك انت ما تكتبش كونتنت فوق ال 170 كلمه، او فوق ال 170 حرف، تمام، فوق ال 170 حرف. ليه؟ لان دوت الموصي بيه او الموصي بيه، يعني لان لو انت كتبت فوق ال 170 حرف دوت هيخلي محركات البحث تبقى مش معاك، تبقى ضدك، تمام. طيب هنكتب ايه مثلا؟ هنكتب مثلا وليكن learn HTML مثلا، اي حاجه ايا كان ايه هو نوع الديسكريبشن بتاعك، تمام. تمام طيب ماشي. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزين مثلا ان احنا نحط شويه كي ووردز. يعني ايه كي ووردز؟ يعني مثلا برضو لو انت رحت مثلا على اي موقع وكتبت مثلا كلمه HTML، تمام. يعني خلينا بس نكتب بس كلمه HTML ونعمل سيرش. طيب ثانيه واحده عشان بس ايه المحرك البحث اشتغل معانا. فاحنا هنعمل HTML، تمام. نعمل HTML وندوس. ظهر لنا ايه؟ ظهر لنا ان فينا حاجه اسمها HTML tutorials، وحاجه هنا كمان HTML، وهكذا بقى، ومثلا فيديوهات ومش عارف ايه الكلام ده كله. فانت لما مثلا عايزك تخلي اليوزر مثلا لما يضغط HTML فالموقع بتاعك يظهر له، وكمان لما مثلا يكتب مثلا وليكن اي حاجه توتوريال مثلا يظهر برضو الموقع بتاعك زي دبليو سي سكول كده. يظهر مثلا لما يكتب مثلا كودينج او برمجه او اي حاجه الموقع بتاعك يظهر. دي بنسميها الكي ووردز، تمام. يعني انت بتخلي الميتا بتاعتك تبقى فيها كي ووردز، بحيث ان اليوزر لو كتب اي حاجه من الكي ووردز ديت الموقع بتاعك يظهر،
طب ديت هنكتبها ازاي؟ بتيجي هنا يا صاحبي وبتكتب كلمة ميتا برضو، يعني انت بتفتح التاج، سواء انت فتحت التاج وكتبت ميتا، او زي ما انا علمتك في الدروس اللي فاتت بتكتب كلمة ميتا والفي اس كود بيقترحها لك فايه فتضغط عليها او تضغط تاب. تمام تمام. طيب بتكتب ايه؟ بتكتب النيم بتاعك عادي خالص. تمام. وبتكتب كلمة كي ووردز. تمام. وبعد كده بتكتب ايه في الكي ووردز بتاعتك؟ بتكتب بقى الكونتنت بتاعك. الكونتنت دوت ايه؟ الكونتنت دهوت هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن انك انت مثلا اي كلمات، وليكن مثلا HTML ومثلا و CSS ومش عارف كود مثلا، ومش عارف بروجرامنج، اي حاجه بقى بروجرامنج. فدوت هيشجع ان محركات البحث ان هي ايه، لو اليوزر كتب اي حاجه من دهوت الموقع بتاعك يظهر له. تمام كده. تمام. طيب ايه كمان؟ في عندنا ان احنا ازاي نخلي ان الموقع بتاعنا يدعم العربي والانجليزي. تمام كده. تمام. هو انا عندي مثلا لو احنا مثلا جينا هنا كده وعملنا باراجراف مثلا وليكن اسمه مثلا اهلا بك في موقعنا مثلا. تمام. لو انت رحت هتلاقي الكلمه دي مكتوبه عادي خالص في الموقع بتاعنا اهوت، اهلا بك في موقعنا. تمام. تمام. انا عندنا الموقع بتاعي او البراوزر بتاعي ذكي كفايه ان هو يعرف اذا كان دوت ان الكلام ده هوت بالعربي ولا بالانجليزي. تمام. فهو بيفرق. طيب انت عندك ممكن الموقع عندك ما يفرقش. طيب ماشي، عشان خاطر نعرف بس ان هو ما بيفرقش او كده، يعني انا مثلا كتبت الميتا بتاعتنا وعملنا حاجه اسمها التشار سيت. تمام. في حاجه اسمها الايزو، زمان يعني كان في حاجه اسمها الايزو. تمام. 8859-1. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ما بيقبلش العربي. بس انا عندي انا في البراوزر بتاعي يعني انا عندي البراوزر بتاعي ذكي شويه، ذكي كفايه ان هو يعرف ان انا اتلخبطت يعني. تمام. بس هو عندك ممكن ما يشتغلش، يعني ممكن يجي لك ايه ان كلمه اهلا بيك في موقعنا ده تبقى شويه كلام يعني زي ايرور كده، او شويه كلام خزعبلي كده. تمام. تمام. طيب ماشي، عشان خاطر نخليه يدعم عربي وانجليزي وكل حاجه، حاجه اسمها اليو تي اف، داش 8. ده كده معناها ان هو يدعم عربي وانجليزي واي لغه. تمام كده. تمام. طيب ماشي يا شباب، كده احنا يعتبر خلصنا. ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم، وان شاء الله الدروس اللي جايه نبدا ان احنا برضو نتطرق للوسم البادي، ونبدا ان احنا نعرف حاجات كتير قوي، وان شاء الله الدروس اللي جايه تبقى ان شاء الله ممتعه ليكم.